السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه نشرة الأخبار الأولى والأخيرة. استقبل السيد وزير الدفاع الروسي كلاشينكوف في مقره في الكرملين نظيره الشيشاني سيمينوف، حيث عقد الاجتماع في سرية كبيرة، وذلك لمناقشة أمور الساعة. من ناحية أخرى، لا، من هذه الناحية أفضل، التقى نظيره الصيني شين شاو شونغ، حيث تم الاتفاق على الأمور الصينية وأمور الروس، وقد جرى النقاش على قدم وساق، حيث استمر الاجتماع إزاء 5 ساعات يدوية. ارتفع سعر البنزين ارتفاع غير ملحوظ، حيث أصبحت الدبة أم ال5 لترات ب50,000 دينار. ومن ناحية أخرى ارتفع سعر الدولار مقابل سعر الحلاقة هذه الأيام، حيث أصبح حلق اللحية والخيط فقط $1.50. لا عاد الزيان بيش. أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية أن هناك زيادة في رواتب الموظفين العاطلين عن العمل في الدوائر الرسمية ولعدم توفر ميوزة وكراسي، وتعتبر هذه الزيادة بدل وقفة، لأن كل الموظفين يقفون باستعلامات بس يوم الراتب. انفجرت اليوم دبة غاز في محطة أم قلام، وذلك أثناء فترة انتظار توزيع الغاز، مما أدى إلى قتل الأحاد وجرح العشرات. وأثر ذلك تم إغلاق المحطة ومصادرة الغاز وتحويله إلى بيت المدير وبيعه بالسوق السوداء. مراسلنا جورج العربي يطلعنا على التفاصيل، فإلى هناك. ومعنا أعزائي المشاهدين مراسلنا جورج العربي من موقع الحادث، إذا تسمعني يا سيد جورج. سيد جورج. نعم أستاذ هاشم، أنا وياك من أمام المحطة فيما يخص انفجار دبة الغاز. سيد جورج لو سمحت. نعم سيد نعم. جورج. سيد جورج. نعم. إذا تسمعني، يعني ما هي الأخبار وما هي الواقعة الذي حصلت في محطة أبو قلام، وكم قلم يعني راح الضحية؟ عفوا أستاذ هاشم، محطة أم قلام. أم أو أبو، عفوا. نعم. الاسم سهوا. بخصوص الانفجار أنا راح أشوف شاهد عيان يحكي لنا عن الخبر. هل هناك شهود عيان عن الحادث؟ نعم اكو موجودين هوايه. راح اشوف لي واحد نص عمر ولو شوي ينطلع بيه. تعال اخوي. زين ينطلع بيه. زين مرحبا. اهلا وسهلا. بخصوص الانفجار، شلون صار الانفجار؟ الانفجار كان صوته كلش قوي. نعم. الانفجار كان صوت كلش قوي، بس انا ما سمعته لان اخوي سمعه ثقيل. الانفجار صار وقت الظهر الساعه 12 بالليل، احنا كنا قاعد بعد ستلايت، كانت كهرباء. عفوا يا سيد جورج. نعم استاذ هاشم. يا سيد جورج، الشاهد العيان يقول انه لم يسمع الانفجار، فكيف يكون شاهد عيان وهو لم يسمع الانفجار؟ نعم استاذ هاشم. انت شاهد عيان وانت ما سمعت الانفجار. اي لان اخوي سمع ثقيل. شفته؟ شفت الانفجار، شفته بهاي استاذ هاشم لان هو شافه. هو شاهد مو سامع. لو سامع اذان كان قلت لك سامع اذان، بس هو شاهد عيان. نعم. فشافه راح يكمل لنا. استاذ هاشم مو بقوي يعني. اكمل الانفجار. شفته لو سمحت يا سيد جورج باختصار شديد اللهجه. نعم تفضل. يعني اكمل باختصار. اكمل. انت هم باختصار لا تلح ويانا. كمل. الانفجار شفته بهاي عيني. لا استغفر الله، بهاي عيني. يا عين حدد لنا يعني. لا بهاي عيني. بهاي عيني. زين انت كمواطن هنا الكاميرا، فايش راح تقول للناس؟ يعني شنو اللي تريده؟ عم احنا كل شيء مريض، كل شيء مريض، بس واحد يقعد ببيته وياكل له خبزه ودجاجه ويحمد ربه ويشكره، كل شيء مريض. استاذ هاشم سمعت؟ قوم انت روح الله. استاذ هاشم سمعت؟ نعم يا سيد سمعت ايش يريدون المواطنين؟ يعني كل شيء يريدون. مطالب بسيطه للمواطنين هي شكرا يا سيد جورج من محطه ام او ابو او خاله اقلام.